مشكلة القمر في البيت عندنا نظامين، نظام الفلات سلاب والسوليد سلاب. الشقة اللي احنا موجودين فيها دي نظام السوليد سلاب اللي هي كلها بالكامل قمر. ازاي نعالج دي واقول لكم افكار ليها. طب بعد اعمال التعديلات المعماريه ان احنا في القمره بنفصل ما بين الزونه والزونه الثانيه. نخش برضو على الجزئيه اللي موجوده معايا هنا، برضو القمره فصلنا بينها ما بين الزونه دي والزونه دي. نخش في غرفه الاطفال، برضو موجوده القمره معايا، عالجناها بشكل ديكوري بنفس لون الغرفه وحطينا فيها ليد بروفايل. عندنا الكاميرا في الحمام هنا برضو نفس الموضوع، استخدمناها كنقطة فاصل ما بين الحمام والشاور روم. معايا هنا برضو مشكلة الكاميرا، عملنا فاصل ما بين الغرفة والدريسنج والعلاقة مظبوطة من هنا، ونخش جوه هنلاقي ان ارتفاع الدريسنج اصبح مختلف. فدايما حط اماكن الكاميرا في اماكنها المناسبة، هتلاقيها طلعت معاك بشكل شيك وجميل.